هو يا جدعان بطلي حسد، بطلي حسد، يعني قولي الحمد لله على اللي ربنا مديهولك. بتحسدي الناس التانية عشان عندها حاجة زيادة والكلام ده، متعرفيش حياتها فيها ايه ولا الكلام ده. بطلي حسد، بطلي حسد، ركزي في نفسك، ركزي في حاجتك. مش عايز اقول اكتر من كده عشان الفيس والكلام ده والناس اللي عندي. بطلي حسد وبطلي تبصي لحاجة غيرك عشان ايه ربنا يديكي كمان وكمان. انت عارفه انت قصدي ايه؟ انت عارفه قصدي ايه؟ المصريين عندهم رحمة وعندهم قلب كبير أقسم بالله. قال لك نعمة ربنا مرمية في الشارع، خدها وارعاها وخليها في بيتي أحسن ويتسلى بيها زي ما انتوا عارفين. يا لهوي يا جدعان، انت بص، مصري عندك قلب وعندك رحمة من عند ربنا، اللي انت ما بتحبش حاجة تبقى ايه ربنا ايه، يعني نعمة ربنا مرمية في الشارع تاخدها عندك وتراعيها والكلام ده وايه وتأكلها وتظبطها والكلام ده. يا جدعان ده يا جدعان اللي بنشوفه ده، انت بص قلبك كبير وعندك رحمة اقسم بالله. يعني بص ارفع لك القبعة يا ابني والله. لا، ما احنا برضو زي ما انتوا عندكم نسوان ما بتتجوزهمش، احنا برضو عندنا رجاله ما بنتجوزهاش. ما بنتجوزش المنسون، ما بنتجوزش ابن امه، ما بنتجوزش الشبع بعد جوعه، ما بن... اشربوها يا بنتي والله، اشربوها يا بنتي والله. محسن ان انتوا اصلا كاملين، انتوا اصلا اخلاقكم متكاملة وملكات بقى والكلام ده، ومن عند ربنا ما بتغلطوش غلطة ولا الكلام ده. يا جدعان اللي بنشوفه ده، انتوا بصوا معظمكم يعني عندهم العبر، معظمكم عندهم العبر وشايفين نفسكم ان انتوا في حتة تانية وقاعدين تتشرطوا بقى والكلام ده، مع ان الرجالة هي اللي بتتعب، والرجالة هي اللي اصلا اللي بص بيتعبوا عشان يجيبوا الجنيه عشان ياخدك من بيتك ويستتك. ما تبقيش ما بتتجوزيش ولا الكلام ده من غير جواز وتعنسي في البيت جنب ابوك وامك. الرجالة هما اللي بيتعبوا وبيشقوا عشان ياخدوكي من بيت ابوكي ويصرفوا عليكي ويقعدوكي في شقة ويظبطوكي والكلام ده ويصرفوا عليكي وتبقى بص حياتك كلها مرتاحة. كل واحد عنده غلطات وكل واحد عنده ايه، يعني واحد عنده سوء واحد عنده كويس. يعني ايه سوء وكويس؟ واحد عنده صفات كويسة وواحد عنده صفات وحشة. انتوا بقى ايه، في عندكم صفات وحشة وصفات كويسة، لازم انتوا الاتنين تكونوا متكاملين مع بعضكم. مش كله ايه، ما تشوفوش نفسكم على الناس بس وعلى الرجالة بالذات. يلا بينا يا جدعان. ده اللي بنشوفه ده. وكمان كاتبين لي البلوجر شيماء سعيد تحتفل بعيد ميلادها. هي بلوجر امتى يعني؟ اللي بلوجر ده يا جدعان بيعمل محتوى بيفيد الناس، مش واحده تطلع ترندات بقى ايه تتخانق مع جوزها، جوزي ضربني، وتعمل فيديوهات جوزي ضربني وعملني وطلقني والشغل الترندات الرخيص ده، وفي الاخر جوزها اصلا اللي هي بتقول اتطلقوا من بعض يعني جاي يحتفل معاها بعيد ميلادها ويحضنوا بعض ويبوسوا بعض، وهم اصلا شكلهم متجوزين. بس هو ايه شغل الترندات على السوشيال ميديا عشان تعمل نفسها بقى بلوجر والناس بتتابع اخبارها بقى وتبقى مشهوره والكلام ده. شغل الترندات الرخيص ده مش علينا، شغل الترندات الرخيص ده مش علينا سواء انت او جوزك. وكمان اصلا المفروض تبقى ايه عندك يعني خيشه كده، المفروض ايه تحزني على ابنك اللي راح ربنا يرحمه. ربنا اقسم بالله كنا بنحبه، اقسم بالله كنا بنحبه. يعني المفروض ايه تحزني، يعني مش تحزني جامد، يعني تحزني يبقى عندك حزن كده، مش شغل ايه رقص والكلام ده عشان تثير الجدل. ايه يا جدعان اللي بنشوفه ده؟